اخبركم ان الدول المتقدمه بحال كندا وامريكا منعا كليا على النساء الحوامل انهم يولدوا بالسيزاريان، انهم يولدوا بالفتيح، الا للضروره القصوى، لسبب من الاسباب اللي تخلي المراه تولد بالفتيح بتقرير طبي من عند طبيب النساء. عاد المراه في الدول المتقدمه ما تيعطوكش الاختيار انت واش غتولدي بالفتيح ولا غتولدي ولاده طبيعيه، هما اللي تيشوفوا الاسباب ويلزموا عليك واش تولي طبيعي ولا تولي قيصري، لانه هما اللي عارفين الاخطار والاضرار والمضاعفات ديال هنا عند النساء. هما اللي تيختاروا كيفاش غيولدوا، والاكثريه النساء 90% ديال النساء عندنا هنا في المغرب ما تيبغيوش يولدوا ولاده طبيعيه، كتهز ساكها وتتمشي نيشان لا كلينيك باش تولد ولاده قيصريه. عارفين الاضرار والخطوره والمضاعفات ديال الولاده القيصريه، ما غاديش ديروا، غتصبروا الالم ديال واحد نص ساعه او لا ساعه وترتاحوا حياتكم كامله. النساء علاش كيمشيو يولدوا ولاده قيصريه؟ لسببين. السبب الاول، كاين النوع الاول اللي كتمشي تولد بالفتيح، علاش؟ لانها خايفه من الحريق، خايفه من الغاز. النوع الثاني ديال النساء اللي كتولد بالفتيح، علاش كتولد بالفتيح؟ هذه ما خايفه لا من الغراز لا من الحريق لا من العذاب لا من الالم لا من حتى حاجه. هذه علاش خايفه؟ خايفه على البلاصه اللي غيخرج منها البيبي، لا تمشي تخسر، لا تمشي ديفورما، لا تمشي تقطع، لا تمشي تشرق، لا تمشي تكبر. هذا الشيء علاش كتخلي ديك البلاصه محافظه عليها، ما خصهاش تقاس، تبقى كما هي كتغامر وكتخاطر بصحتها، كتفتح وتجبد باش تبقى ديك البلاصه على خير وبخير، ياك؟ كاين النوع الثالث ديال النساء هي اللي ما عارفاش مسكينه واش غتولد طبيعي ولا غتولد قيصري، الصاك ديالها وكتمشي نيشان لا كلينيك. هما ديك الساعه هما اللي كيقترحوا على شنو كتولد، وغالبا 90% لا كلينيك من طبيعه الحال غيقول لك دخلي تولدي سيزاريان. الا ما لقى عندك حتى مشكل، ما لقى عندك منين غيشدك، ما عندك حتى مشكل اللي غيخليك تولي ولاده قيصريه، تيقول لك عندك الطونسيون طالع. من طبيعه الحال المراه مسكينه كتدخل تولد ما عارفاش شنو هو الطونسيون طالع ولا هابط، كتدخل تولد ربح مادي. لا كلينيك ما عندوش الربح انه يولدك ولاده طبيعيه، يولدك ب 4000 درهم، ولكن السيزاريان راه ب 10000 درهم. ولكن انت عندك التغطيه الصحيه كتقولي ماشي مشكل، صافي راه بحال غنخلص داك الفرق ندخل نولد. ولكن هنا راكي كتخاطري بالصحه ديالك. فعلا كاينين بزاف ديال الاسباب اللي يخليوك تولدي ولاده قيصريه، بحالاش مثلا بحال عندك الحكاك مضيقين، البابا ما يقدرش يخرج، بحال عندك الكرش كبير، عندك البابا كبير مثلا فيه 3 كيلو 800 الفوق 400 4 كيلو 5 كيلو، هنا ما نقدروش نولدك ولاده طبيعيه. الا كان عندك داك خوت بنادم هي ديك الهبره، ديك اللحمه اللي كتكون عامره بالدم، الا كانت عندك هابطه لتحت هنا ما تقدريش تولدي ولاده طبيعيه. الا كان عندك فعلا طونسيون طالع بصح، طونسيون طالع عندك 15 16 17 18، هنا راه ما تقدريش يعني تولدي طبيعي. الا كنتي يلاه والده بالفتيح باقي الفتحه ما مكملاش مثلا عام ونص ولا عام، هنا عاوتاني غادي تولي بالفتيح. المهم كاين عده اسباب انك غتولي بالفتيح، خصك تكوني عارفاهم. لهذا دائما كنوصيكم وكنقول لكم خصك ديري سويفي د لا غروسيس، خصك تتبعي الحماله ديالك، يا غتبعيها عند جينيكو خاص يا غتبعيها في سبيطار الحومه فابور، ما غتخلصي حتى شي درهم. وهنا غتكوني عارفه شنو عندك، واش غتولي طبيعي ولا غتولي بالفتيح، باش حتى شي واحد ما يكذب عليك. علاش الولاده القيصريه ممنوعه الا في الضروره القصوى؟ لان عندها مضاعفات كبيره. وشنو هما هاد المضاعفات؟ اول حاجه اللي كيعانيو منها جميع النساء وهو الحريق ديال الظهر، اللي كتبقاي حياتك كامله كتعاني منه بسبب داك البيريديغال اللي كديريه في ظهرك. داك الحاجه الثانيه في العمليه القيصريه كيقدر يضيع منك بزاف ديال الدم، تقريبا يطرو ديال الدم اللي كيضيع في العمليه القيصريه، ماشي بحال الولاده الطبيعيه. تيقدر يوقع لك تجلط، تخثر الدم في الساقين ديالك، واللي كيطلع لك حتى للرئه ديالك وتقدري تموتي. كاين اللي كتقدر دير سكته قلبيه في اثناء العمليه، كتخلع وكيطلعوا لها دقات القلب وكيوقع لها مشكل في التخدير وكتموت في العمليه القيصريه. تيقدر يوقع لك التهاب ديال الرحم او التهاب ديال المثانه البوليه، تيقدر يتعفن لك الجرح ما تيبغيش يبرا. شحال من وحده انا حضرت ليها يلاه خرجت من العمليه وهداك العمليه تحلات وعاودوا لها العمليه، وداك الشيء ما نقدرش نوصف لكم شحال خطر بزاف وشحال مؤلم بزاف. بلا ما نهضروا على الرضاعه الطبيعيه اللي غتحرمي ولدك ولا بنتك انه ترضع طبيعي، لانك ما غتقدريش تقيسيه، ما غتقدريش تهزيه، ما غتقدريش تحطيه على الجرحه باش ترضعيه وزيد، وما غتقدريش تنوضي. غادي يدوز عليك واحد العذاب كثير وكبير من بعد الولاده القيصريه، انك حتى كاس الماء باش تشربيه ما تقدريش، وعاد داك الحريق ملي كيطير منك البنج واحد الحريق شديد بزاف، ماشي بحال الولاده الطبيعيه تقدري تولدي في داك النهار، وداك النهار كتقدري تنوضي وتمشي وطيبي ما تاكلي وديري اللي بغيتي. دارت واحد الدراسه على الاضرار
ديال داك الطفل اللي غيتزاد، داك البيبي اللي غيتزاد من بعد الولاده القيصريه. لقاو ان اكثريه ديال الاطفال اللي تيتزادوا بالعمليه القيصريه هما اكثرهم اللي كيتصابوا بمرض التوحد، كيتصابوا بمرض السكري، كيتصابوا بالحساسيه، وكيتصابوا حتى بامراض المناعه. انا عارفه راسي طولت عليكم بزاف، ولكن حطيتكم في بين الصورتين باش تعرفوا شنو هي الولاده الطبيعيه والولاده القيصريه. راه ولاده طبيعيه لان كلشي فيها طبيعي، كلشي غيرجع للمكان ديالو طبيعي بدون اي اضرار لا على صحتك ولا على صحه الطفل. لهذا كنصحكم تولدوا ولاده طبيعيه، ما عندكم مناش تخافوا، راه الالم ديال الساعه ولا الالم ديال مدى الحياه. ما تنساوش تخليو اشتراك في القناه وتخليو جيم باش يبقاو يوصلكم الفيديوهات ديالي.